لو قلت لك يا صديقي إنك محتاج تروح لدكتور نفسي هتقول لي إيه؟ هو أنا مجنون؟ لا يا سيدي، ما انتش مجنون، بس يمكن يكون عندك جرح قديم مغطيه بابتسامة. وتعالى النهاردة أقول لك على السر اللي محدش بيقوله لك. كلنا محتاجين للعلاج النفسي، لأن كل واحد فينا عنده حكاية متحلتش لسه. واحدة مثلا كل ما حد يتأخر عليها في الرد بتقعد تبص للموبايل وكأنه جهاز إنعاش. وواحد تاني لما مراته تزعل منه بيحس إنه فقد قيمته في الحياة. وواحدة تالتة لو المدير على صوته بتقعد تبكي زي الطفلة اللي اتشخط فيها وهي عندها 6 سنين. هو ده اللي بيشتغل عليه العلاج النفسي، بيشتغل على اللي جواك مش اللي بره منك. فالعلاج النفسي مش بس للكآبة أو الهوس أو الفوبيا، لا، ده مساحة آمنة بتفهم فيها نفسك، بتفهم ليه بتكرر نفس الأخطاء، ليه بتنجذب لنفس النوع من الناس، وليه في مواقف معينة بتتحول لإنسان تاني. فالعلاج مش بيغيرك، هو بس بيرجعك لنفسك الأصلية قبل ما الدنيا تجرحك. فرويد يا صديقي كان بيقول إن الإنسان مش بيفهم ليه بيتصرف كده غير لما يسمع نفسه وهو بيتكلم. وده بالضبط اللي بيحصل في الجلسة العلاجية. بتتكلم فتبدأ تسمع صوتك الداخلي اللي كان دايما ساكت. تخيل يا صديقي إن فيك طفل صغير مستخبي، كل مرة بتعدي عليه حاجة صعبة بيبصلك ويقول مش هتحضني المرة دي برضه. فالعلاج النفسي هو الحضن ده، هو المكان اللي بتقابل فيه نفسك القديمة وتقول لها أنا آسف وخلينا نبدأ من جديد. ونقطة التوازن بتاعت النهاردة، اسأل نفسك كل يوم أنا حاسس بإيه بجد النهاردة. اكتب مشاعرك بدل ما بتهرب منها. ولما تحس إنك تايه ما تحكمش على نفسك غير لما تسمعها الأول. وخليك فاكر إن المساعدة مش ضعف، دي أول خطوة قوة. واللي بيروح لعلاج نفسي مش مكسور، ده إنسان قرر يبني نفسه صح. خليك دايما قريب من نفسك علشان فيها الشفاء. واستناني بقى الحلقة اللي جاية من نقطة توازن، واللي هنعرف ساعتها إزاي تعرف إنك محتاج مساعدة. وما تنساش يا صديقي تعمل شير للفيديو، يمكن غيرك يستفيد.